كان يا مكان في واحد اسمه كريم. كريم كان شاب عادي زي أي حد، بيشتغل في مكتب وبيحب يخرج مع أصحابه. بس كان عنده مشكلة واحدة، كل ليلة كان بيجيله كوابيس غريبة ومخيفة. أول ليلة حلم إنه في بيت قديم مهجور وسمع أصوات ضحك ولعب. لما دخل البيت لقى أطفال صغيرة، لكن عيونهم كانت سودة وبتلمع في الضلمة. لما قرب منهم كانوا بيشاوروله يجي. حس بشيء غريب وقرر يهرب، لكن الأبواب اتقفلت. بعد شوية الأطفال بدأوا يجروا ورا وصوت ضحكهم كان بيزيد. كريم جر لحد ما صحي من النوم، قلبي كان بيدق بسرعة. تاني ليلة حلم إنه في نفس البيت، بس المرة دي كان في امرأة كبيرة قاعدة على كرسي متحرك، كانت بتبصله بعيون حادة. كل ما يحاول يبعد كانت بتقوله استناني، في حاجة عايزة أقولها لك. لكن كريم كان بيخاف وبيجري. الأسبوع اللي بعده الكوابيس زادت. حلم إنه كان في حفلة كبيرة وكل الناس اللي فيها كانوا معاه في المكتب، لكن كلهم كانوا مش متكلمين. فجأة الحفلة توقفت والناس كلها بقت بتبصله، عيونهم كانت بتشع بالظلام. كريم حاول يصرخ لكن مفيش صوت طلع. ومرت الأيام وكل ليلة كان بيصحى وهو مرعوب. قرر إنه يروح دكتور نفسي. الدكتور قال له إنه الكوابيس دي ممكن تكون نتيجة ضغط نفسي أو توتر، لكن كريم كان عارف إنه في حاجة غريبة. في ليلة قرر إنه يواجه خوفه. قال لنفسه إنه هيروح البيت المهجور اللي شافه في الكابوس. لما وصل حس بشيء غريب في قلبه. دخل البيت وكان كل شيء زي ما شافه في الكوابيس. الأطفال كانوا لسه موجودين، بس المرة دي كانوا واقفين في صف واحد مستنيينه. قال لهم انتوا عايزين مني ايه؟ الأطفال لموا عيونهم عليه وواحد منهم قال احنا محتاجينك، انت السبب في وجودنا هنا. كريم حس بالرعب لكن فضل واقف. انا مش هسيبكم، لازم تخرجوا. الأطفال بدأوا يضحكوا وصوتهم كان عالي وكأنهم بيحتفلوا بشيء، وفجأة كلهم اختفوا وظهر له الظل الأسود اللي كان شايفه في كوابيسه. الظل قال له انت مش هتقدر تخرج من هنا. كريم حاول يهرب لكن الكوابيس كانت بتمسكه. صحي في سريره وكان الدم بيجري من عينه. قرر انه مفيش حاجة هتعطله، لانه لو فضل بيهرب هيفضل يحلم بالكابوس ده للأبد. وفي لحظة قرر انه يواجه الظل. انا مش خائف منك، اخيرا هواجهك. في اللحظة دي كل شيء اتوقف. الظل قرب منه لكن كريم مشي تجاهه. كل كابوس انا عملته انا مستعد اواجهه. الظل ابتسم ابتسامة مخيفة، لكن كريم قعد يصرخ أنا هنا، أنا مش هخاف. وفجأة الظل اتفكك وتحول لدوائر من الظلام طارت بعيد. كريم صحي من النوم، لكن المرة دي حس بشعور مختلف. حس إنه تخلص من الكوابيس. ابتسم وقال الكوابيس دي مش هتقدر تحتفظ بيه، أنا هعيش حياتي. ومن يومها الكوابيس ما رجعتش تاني. لكن في أعماقه كان عارف إنه لو قرر يهمل خوفه تاني الكوابيس هترجع. ورغم كل حاجة كريم فضل يلازم نفسه واستمر في مواجهة مخاوفه